المنتخب المغربي في اختبار صعب اليوم أمام منتخب نيجيريا. منتخب نيجيريا منتخب قوي، شفناه شنو دار الجزائر. يعني الجزائر زيرو تسديدة اون كادري طوال 90 دقيقة، شي حاجة اللي كبيرة. ولكن المنتخب المغربي راه ايضا منتخب قوي، يعني شد الكاميرون وردها بحال شي منتخب يلاه بدا كيتكون ولا شي منتخب ضعيف. مع العلم ان الكاميرون راها مرعبة، ولكن رجعوها فرقة عادية وسط الملعب. يعني الماتش غادي يكون متكافئ، لا من جهة المنتخب المغربي لا من ناحية المنتخب النيجيري. المنتخب النيجيري كيتميز في الهجوم، يعني عنده واحد الهجوم اللي كيسح، هجوم اللي ما يمكنش. كيتميزوا في الرأسيات وايضا حتى في اللعب في الارض، وكذلك في الثنائيات. الا شفنا اديمولا لوكمان راه يقدر يراوغ لعاب جوج ثلاثة، وكذلك فيكتور اوسيمين لعاب اللي كتلصق ليه كرة في رجلو داخل منطقة الجزاء، كيطوندا مزيان. يعني الكرات الرأسية ديالو، الالتحامات البدنيه والسرعات راه ديالو. كذلك ايوبي، الثلاثي راه خطير بزاف بالنسبه لنيجيريا. الى حديتي من الهجوم ديال نيجيريا فراه غادي تربحهم. ولكن من الجانب الدفاعي نيجيريا راه كتعاني، ماشي شي فرقه اللي قويه. الا شفنا غير الماتش ديال تونس، نيجيريا كترابحه ب 3-0 بسبب ان تونس كانت شاده الدفاع، ودفاع مبالغ فيه. يعني خايفين يتقدموا، ومن تقدمت تونس سجلت ثنائيه وكتقدر تضيف حتى هدف اخر. يعني نيجيريا في الشق الدفاعي راه ضعيفه. نيجيريا خاصك تدخل وتضغط عليها، ما تخليهاش هي اللي تضغط عليك، تخليهاش تخرج كره. وهذاك الشيء غادي يولوا يلعبوا الكواري الطوال، واغلبيه الكوري الطوال راهم كيكونوا ديال الدفاع. خاصك تخلي وسط الميدان يخرج كره، ولكن الا دخلتي خايف منها ودخلتي راجع اللور فراه غادي تستقبل وغادي تسجل عليك. لان نيجيريا كتخترق اي دفاع متكتل. دفاع الكتله راه ساهل عندهم بسبب انهم عندهم تنوع في الاساليب. اما بالنسبه لنا فراه منتخب قوي، كنتفوقوا ايضا في الهجوم. عندنا هجوم اللي ميمكنش بقياده ابراهيم دياز وكذلك ايوب الكعبي وعبد الصمد الزلزولي. راه عندنا هجوم اللي مزيان، هجوم اللي لا في الثنائيات لا في الانفرادات وحتى في الكرات الهوائيه راه كنتفوقوا فيها. الماتش ديال الكاميرون سجلنا هدفين كرات ثابته، حتى هاد النقطه راه مزيانين فيها. بقى لنا حاجه وهي الشق الدفاعي. الا كان ادم مسينا ونيف اكرد في اتم الجاهزيه وباكبر تركيز ممكن فراه هذا الماتش ديالنا. الماتش غيكون اليوم على الساعه 9 بتوقيت المغرب. قولوا لنا التوقع ديالكم لهذه المباراه، واعطونا نتيجه المباراه. الى عجبكم الفيديو ما تنساش لايك ومتابعه ان شاء الله.